انتوا عارفين اللي فوز الاهلي ايه؟ هو كسر مودست ان هو يتحرك من مكانه عشان ياخد مكان احسن، عشان كده راحت له الكوره وهو اصلا واقف مكسل يتحرك فحط جول. الاهلي بيفوز على بلديه المحله في قلب بلديه المحله وفي قلب ملعب المحله التاريخي رغم صعوبه المباراه، ولكن الاهلي قدر ان هو يفوز 2-1 في اخر دقائق بهدف لمودست في الدقائق الاخيره من الشوط الثاني. مودست النهارده كان مكسل ان هو يتحرك شويه للخلف عشان ياخد مكان افضل، فعشان كده الكره راحت له وسبحان الله هي راحت له كده وكسله هو اللي خلاه يحط جون التعادل. انما الاهلي مع كولر في المباراه دي لم يقدم اي شيء يشفع ليه ان هو يفوز بالمباراه، ولكن شخصيه البطل كالعاده قدر ان هو يفوز بيها كشخصيه بطل وهو النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لم يقدم اي شيء في المباراه، بل بالعكس احمد عبد الرؤوف قدر يقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي كويس جدا، استغل بكده سوء ارضيه الملعب وان لعيبه البلديه متعوده على ارضيه الملعب، وقدر ان هو يقف زون الديفنس ويقفل على امام عاشور كويس جدا اللي هو مفتاح لعب النادي الاهلي، لدرجه ان امام عاشور في الشوط الثاني كولر رجعه المركز 8 او للخلف خالص كمساعد محور اللي هو رقم 6 ولعب بيه في المكان ده، بس امام عاشور في الاخر برضه طلعه. النادي الاهلي مع كولر النهارده كان سيء جدا لدرجه ان كل خط واقف لوحده، يعني تلاقي الدفاع واقف لوحده وخط الوسط واقف لوحده وخط الهجوم واقف لوحده. هتلاقي ان في مسافه كبيره بين خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم، عشان كده جه الهدف الاول لبلديه المحله من تسديده، وانا بشوف سببها بصراحه ان في فجوه كبيره بين الدفاع بتاعنا ورقم 6 او خط الوسط بتاع النادي الاهلي، مفيش كومباكت او دفاع كومباكت اللي هو بمعنى صح واحده واحده عشان تقدر تقفل المنطقه دي، ودي مشكله كبيره جدا هنعاني منها في الايام الجايه. وانا قلت قبل كده ان في مشاكل عند النادي الاهلي في الدفاع، حتى لو انت بتفوز في مشاكل بتظهر قدامك في الدفاع. تسديده بلديه المحله كانت جميله جدا وهدف جميل جدا عشان بلديه المحله يقدر يفوز 1-0، بس يرجع النادي الاهلي بهدف لعمر كمال عبد الواحد ولسوء حظ محمود متولي تخبط في العارضه، ولكن تترد لعمر كمال عبد الواحد عشان يحرز هدف التعادل. ويجي بقى الدور على كهربا ومودست يلعب كره لكهربا عشان كهربا يحرز هدف، ولكن تسلل بلمسه مودست، كهربا كان في التسلل والحكم كان صاحي وحسب تسلل. هنرجع للحكم بس في الاخر الهدف الاخير بتاع مودست اللي كان مكسل ان هو يتحرك عشان الكره تجي له وهو واقف من لعبه او لطشه لعمر كمال عبد الواحد عشان تروح له، برضه عمر كمال يساهم في الهدف الثاني عشان مودست يحرز الهدف الثاني. عايز اقول لك على حاجه بسيطه خالص، الحكم كويس مش وحش، الحكم ما كانش وحش لدرجه السوء، يعني هو الحكم كويس، والمساعد بصراحه الثاني اللي هو بتاع اللي كان على الاهلي اللي كان عمال يحسب اوفسايد كان كويس جدا، اسمه احمد انا مش فاكر اسمه، بس كان ممتاز جدا جدا جدا. بس الحكم في الشوط الاول في كوره او لعبه خطره جدا على اكرم توفيق المفروض اللاعب البلديه يطرد فيها، الحكم ما طردش لاعب البلديه وكانت من الدقيقه 35 بالظبط، يعني بمعنى صح البلديه طول المباراه كانت هتلعب ناقص واحد، بس الحكم بصراحه او حكم الفار كمان ما عدلش في الحته دي، وكان المفروض يرجع لحكم الساحه ويقول له ان في لعبه خطره وكان المفروض تستاهل الطرد. الحكم كان ممتاز لحد الدقيقه الاخيره يعتبر، والحكم المساعد كان ممتاز. ممكن انت حكم اول مره يحكم المباراه زي كده، بس الى حد ما انت لازم تدي وجوه جديده في المباريات اللي زي كده، مش معنى كده ان احنا نعترض. وانا بشوف ان المباراه كويسه جدا، واحلى ما فيها كان طارق الادور بصوته وصوت جمهور بلديه المحله وصوت جمهور النادي الاهلي، صوت الجماهير يا جماعه هو اللي محل المباراه، ومباراه كانت كويسه جدا، ومباراه يعتبر بترجعنا لجيل التسعينيات والالفينات لما كان في موجود جمهور وكان في موجود مذيعين كويسين. نتمنى ان الشكل ده يرجع تاني في ملاعبنا عشان نشوف كره كويسه وكره قدم كويسه. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وما تنسوش اللايك والفولو، وبشكركم.